اخواتي وحبايب قلبي اللي وحشوني جدا جدا، تعالوا بقى جبتلكوا كده فيديو جامد من الاخر يعني. جبتلكوا بقى سمك بولتي. قلت اللي انا اقطعه معاكم سنجاري. فتحته سنجاري يا اخواتي كده من ظهره، وطبعا نضفته وكل حاجه وخليته زي الفل. بعد كده بقى قلت اول مره، بصوا انا اول مره اعمل سنجاري عندي، مع اني تقريبا انا اصلا ما بحبش اعمل سنجاري عندي خالص. لاني كان الفرن كذا مره يبوظ عندي، وانا اصلا يعني البوتاجاز عندي بعافيه يعني، فالحمد لله انه يعني مستحملني لحد دلوقتي من الحاجات اللي انا الاكلات اللي بعمله فيه يعني وكده، الحمد لله. على العموم بقى انا هنا خلاص قطعت قوطه، ماشي، او طماطم يعني، قطعتها بالمنظر ده، قطعتها عامله زي شرايح كده. وقطعت كمان فلفل برضو شرايح، شايفين كده انا قطعتهم شرايح اهوت. معلش يا اخواتي بس بنتي ايه كانت بتكتب كده على السبوره اللي هي بتاعت المسح ديت، اللي هي بتكتبي وتمسحي، وابني نفس النظام بس بيتخانقوا مع بعض على الاقلام، مش فاهمه ليه، هي بتاعها لونه اصفر والقلم بتاعه لونه اخضر، فهما الاتنين بيتخانقوا مع بعض، ماما عموما بيتخانقوا على اي حاجه عامه. طبعا انا قطعت كل حاجه هنا زي ما انتم شايفين كده شرايح صغيره. طبعا انا هعمل معاكم صينيتين مختلفين، يعني هعمل واحده صينيه تحتيها تحت السمك بتاعها السنجاري بطاطس، والتانية مش تحتيها بطاطس ولا اي حاجه خالص، تمام. بس بصراحه يا اخواتي الاتنين احلى من بعض وطعمهم سكر سكر سكر. تعالوا معلش بقى عشان ايه الامير الصغنن مبهدلني شويه، بس الحمد لله يعني. نعم خد ماشي شويه كده. طيب امسك. انا هنا بقى بصوا الحاجات اللي انا باخدها ديت حاجات السلطه اصلا، بس بحب اخد منها شويات كده صغننه. ليه؟ علشان ديت اللي انا هحطها او هزوق بيها السمك، علشان خاطر انا بحب اكل الخضار اللي فوق السمك ده، بموت فيه عامه يعني. واي حد لو بيحب بقى الاكل او التحابيش بتاعت اللي بتبقى فوق السمك ديت يكتب لي في التعليقات ومين بيحبها يعني. طبعا اكلة السمك عامة يعني مصر كلها بتحبها، بقى مقلية مشوية اسمه تاني معمول سنجاري، الكلام ده كله بجد عسل. هنا بقى خلاص انا كمان ابتديت اللي انا اقطع هنا انا معلش هنا كنت بعمل لبن لابني وكده خلاص وخلصت. هنا بقى شايفين انا بعمل ايه، بعمل هنا بقى الصينية التانية. بصوا يا اخواتي عاملين ازاي، على فكرة مش سايبين، هي قرية في كل حاجة. عندي بنتي دودة بص قربت هي اللي تعمل الاكل بدالي طبعا انتوا اكيد هتشوفوها مشرفة في كل فيديو، بس معلش حقكم عليا، هي دايما تقول لي يا ماما خليني معاكي. شايفين انا بعمل ازاي. معلش بقى انا يعني لو صوت ابو معاذ واضح فمعلش حقكم عليا، لانه هو بيعلم معاذ والله العظيم انا شعري خلاص وقع من كتر ما انا بعلم العيال. قلت له معلش مره واحده بس، مره واحده في حياتك. كل مره يقول لي انت بتعلي صوتك ليه. شايفين بقى الخلطه، يا لهوي على الخلطه يا ناس، يا سلام يا سلام، يام يامي على الجمال والعسل والطعامه، يا سلام. فهقولكم بس المواقف اللي انا كنت دايما بقعد مع معاذ ودايما كنت بعلمه، اخر ما بزهق بعلي صوتي وطبعا هو غلط اللي انا اعلي صوتي وغلط اللي انا اضربه، بس غصب عني هو بيطلعني عن شعوري والله يا اخواتي. وبعدين فضل كان يزعل يقول لك ايه انا مش عارفه انام، بقول لك ايه انت بتعلي صوتك ليه، المفروض تفهميه بالراحه. ودلوقتي مره قاعد اهو شوفي صوته سمع امي تلا الله حواليا. بس يلا مش مهم، خلي الرجالة تتعلم شوية وتعرف قيمتنا يعني، تعرف قيمة الست في البيت. طبعا شايفين هنا بقى يعني انا بعمل ايه. طبعا ده كده الصينية كده التانية كده معاكو. طبعا دي انا مش حاطة تحتيها خالص بطاطس ولا اي حاجة، بس بصراحة يا اخواتي عسل.
خلاص بقى كده، دي السلطة بتاعتي خلاص خلصتها. وده طبعا كده انا بعمل بقى ايه، بصل بتاع اسمه ايه، اللهم صل على النبي بعمل البصل بتاع الرز وكده. انا بحب اعمله على ايدي كده زي امهات بتاعت زمان. انا عندي النشابة وكل حاجة، ولكن انا بحب اعمله على ايدي يعني. بحس ان انا على ايدي اسهل واسرع. والله اعلم، حسب ما انا اتعلمت برضو. انا كده كلهم عملتهم على ايدي، طبعا عيطت هنا وبقيت حالتي حالة. هنا كده خلاص خلصت بقى. شايفين هنا بقى السمك السنجاري ده من غير خالص بطاطس. هنا بقى الرز بتاعنا، السلطة، الطحينة. هنا بقى السمك التاني، الصينية التانية السمك.